ما تأخرت. لا والله المرة تأخرت هواي، عندي هواي سوالف لكم، بس خلنا نكمل الماء على مود نسولف براحتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبتي شلونكم؟ اشتاقيت لكم هواي. حسوني دخلت غرفتي كلش وقلت لازم اصور بعد ما بيها مجال لان تأخرت هواي، وعندي هدف احققه رغم كل الصعاب ورغم كل المشاكل، بس لازم استمر. راح نطول بالسوالف، تمام؟ والحلقة راح تكون طويلة، عندي وايد سوالف اسولفها وياك. فش تسوي انت هسه؟ البس سماعات واحط لك شي تاكله وخلني اسولف سوية. والله ما اعرف بمن ابلش اخوان. اول شيء انا مشتاق لكم كلش، وصار تقريبا 13 يوم من 14 يوم ما منزل انا اي حلقه، وهذا يعني الشيء صار خارج عن ارادتي، يعني مو بارادتي اني ما صورت حلقات، وانما شويه مريت بظرف صعب هالاسبوعين وركضه، واصلا ما كنت بالبيت متواجد، يعني ما كنت متواجد بالبيت خاطر اقدر اصور لك واضحك وياك واتونس وياك. يعني ما ادري بمن اسولف وبمن ابلش، بس راح اسولف لك من البدايه كلش، تمام؟ على اللي صار وياي. وأنا جدا يعني متعجب ومستغرب بنفس الوقت انه شلون اكو ناس ينطيها قلبها تنصب وتحتال. وايضا يعني ما ادري انا الولد هذا ادري بي راح يشوف المقطع مالتي. انت شلون متونس بالفلوس هسه حاليا؟ لا جديات يعني انت شلون قاعد ايش طبيعي ونفسيتك مرتاحه بالفلوس اللي خذيتها؟ يعني والله ما اعرف، يعني انت شنو من قلب عندك؟ ما ادري يعني ليش افكر على الناس انه الناس كلها طيبه. هذا الشيء غلط، انا يعني فكرت بيه، بس شو اسوي بعد؟ شو اسوي؟ ما اعرف بما اسولف، بس اقول الله يسامحك والله يغفر لك، وما اريد الوث قلبي مثل ما لوثت قلبك، تمام؟ وانزل لمستواك واغلط واسب وادعي عليك. لا ابدا، الشغله تتهنى بفلوس ويجوز تصدق محتاجين، بس يعني ما اعرف شو اقول. انت انسان جدا ما تستحي، وانسان ما عندك ذره ضمير ولا ذره اخلاق، وما اريد انزل مستواي انا واسب واغلط وهاي، لكن هاي حقيقه تقال. انت انسان ما تستحي وما عندك احترام وما عندك ذرة أخلاق، وما أدري أنت إنسان جدا وضيع للأمانة. يعني استغليت الجانب العاطفي اللي بيه، واستغليت الجانب الطيب اللي بيه، وخذيت الفلوس يعني بقيتها من عندي. ما أعرف شو أقول لك، يعني أنا جدا صار علي ضغط بالفترة السابقة، وخلتني أمر يعني خلتني أشغل عقلي، يعني خلتني أشغل عقلي بكل طاقته على مود أتعدى هاي الفترة اللي جيت بيها. أنا بطبيعتي ما أحب انهار وما أحب يعني أكون ضعيف، أوكي؟ فدائما أحاول ألزم زمام الأمور وأضبط نفسي بأي شدة تصير عندي، ما أنهار، يعني ما أروح أبكي أو كذا، لا أضبط نفسي وأفكر بواقعية وشلون أطلع من اللي أنا بي، أوكي؟ فباللحظة اللي أنت طقيتني بيها وأخذت من عندي 3 ملايين دينار عراقي، تقريبا 2000 دولار، يعني ما أدري ما أعرف، يعني أنت ما أعرف شلون عايش هسه. لا حدث أنا مستغرب أنت شلون قلبك منطيك أنه تقعد براحة وخلاص. يعني طبيعي أنت بايك شخص تقريبا 3 ملايين ونص، 3 ملايين وكسور، يعني سعوف الكسور احنا ناخذ 3 بس، وعادي عندك طبيعي الأمر وماشي وضع. إخواني خلي أسولف لكم. بالبداية أنا أطلع هواي وما أبقى بالبصرة هواي، فأطلع بغير محافظات، يعني كعمل أنا عملي الخاص أنا يستوجب أطلع لغير محافظات، أوكي؟ فيوم الاثنين اللي صادف 15 بالشهر شهر الرابع كان عندي شغل أروح لأحد الأصدقاء بالناصرية محافظة ذي قار، وأيضا أروح لأحد الأصدقاء بمحافظة واسط، وأيضا على أساس أمر للعتبات وأنسق وياهم محفل على مودكم انتم المؤسسه، يعني الطلاب اللي من ضمن المؤسسه. يعني فاجت اروح انا هاي يعني الشغل مالتي، عندي شغل بالناصريه وشغل بمحافظه واسط، وهماتين هم اني زاير وهم اني منسق محافل لكم مثل ما تعرفون. طلعت الساعه 4 من البصره، رحت الساحه السعد، وبكت اتذكر نزلت مقطع على احدى السافرات وانحضر المقطع، الحمد لله وصل تقريبا 150 كي مشاهده. على كل طلعت الساعه 4 العصر يوم الاثنين المصادف 15 بالشهر. كان بوقت اليوم جدا ترابي ويوم ما يمشي بي، فالسائق ما كان يمشي. من طلعت من جراج البصره المحافظه واسط كانت وجهتي اول شيء، لان انا خابرت ابو الناصريه قلت له انا احتمال اتاخر عليك واوصل لك بالليل وكذا، هو ما يعني ما يعني ازاحمه، اروح الصديق اللي عندي ميانه وياه اقدر اروح ابات عندهم طبيعي، هو لا شويه ما اقدر ازاحمه ولو ما كلهم اصدقائي واحبهم واعزهم، بس ما حبيت ازاحمه، فقلت له انا برجعتي من شغلي امر عليك، اوكي؟ يعني امر على الناصريه. فطلعت اني على طريق العماره، رحت للكوت
وصلت تقريبا بالساعة 10:30 بالليل يوم الاثنين بالليل. وصلت ماكو الجراج كان يعني مسدد، ماكو جراج، ماكو يعني ناس تصيح وهاي، لا الجراج داخل مسدد، بس برا الجراج اكو سيارات. صعدت بسيارة بيضة اعتقد كانت تشارجر لو اوباما، ما ادري ما اتذكر بالضبط، اعتقد كانت تشارجر بيضة لونها. وكان اكو ركاب، هو كان يريد يطلع لبغداد واني ما اريد اروح لبغداد، اني محافظة واسط اريد اروح للدبوني، يعني وين العزيزية، انا محافظ واسط صديقي بالدبوني، يعني كأنك رايح العزيزية. البغداد عن العزيزية ما أدري تقريبا نص ساعة هيك، يعني مو مكان بعيد. فأنا ما أوصل لبغداد، قلت له أنا أوصل للدبوني، إيش قد تأخذ من عندي؟ قال لي أخذ من عندك 5000 دينار السائق. طبيعي 5000 لأنه البغداد يأخذ 10، فيأخذ من عندي 5000 لنص الطريق. أوكي. قبل لا أصعد وياه كنت أسولف ويا أحد الركاب اللي صاعدين وياه، ما أدري ما كان ما ملتحي، ما عنده أي شيء يعني كلها زينة كلها صفر. أوكي. وكان يسولف لي على الجيش، على الحشد بالضبط. قلت له انا صانع محتوى ويعني عندي شغل طالع بي وكذا، فسولفت له شويه وكذا. قال لي تصانع محتوى؟ قلت له ايه، وكنت ناشر المقطع على التيك توك واصل يعني الحمد لله طلع ترند تقريبا. فقال لي ليش ما يعني نعينك احنا وتتعين تنشر على الحشد وما اعرف شنو، يظل يسولف على الحشد يعني. ما ارتاحت للسالفه، وقال لي ينطونك راتب 4 ملايين من 6 ملايين. ما ارتاحت للسالفه، مغلست. صعدت وياه انا ما كنت قعدت ورا، تمام، قعدت ورا بالسياره اللي هو بنص الكشن، اكو واحد على يمينتي وواحد على يسار، تمام، وما قاعد بالصدر، لان صدر كروته غاليه ما لي خلق، انا وين انا انسان فقير. من صعدت دزت رساله لصديقي بالساعه تقريبا 11، قلت له انا جايك، طلعت السياره 10 دقائق واوصل لك، لان مركز واسط عن الدبوني 10 دقائق او ربع ساعه بالزايد، ما ادري ايش تقريبا اتذكر يعني. قلت له 10 دقائق واوصل لك. رحت اوصل له انا دزاي اللوكيشن مالته، فطلع لي بالسياره مالتهم شغل لي رباعيه على الشارع العام، على مود ابو السياره يشوفها الدنيا ليل ويطبق عليه. انا قلت لصديقي حضر الحمام، لانه تقضي حاجتي كنت يعني كلش واصله حدها، من البصره طالع لحد ما بالساعه 11 بالليل انا ما رايح للحمام، ما وقفت. والسائق كان يمشي 60 الله يحفظه 80 من البصر الواسط، يمشي 80 من 60، لان جو ترابي جدا. فقلت له حضر لي الحمام، فجيت متوازي انا بوقتها. انا بناطيري ما البس بنطلون كابوي، البس بنطلون هذا القماش، فالمحفظه تكون يعني بارزه يعني. فطلعت ال 5000 نطيتها للسائق، واعتقد رجعت المحفظه بس ما يعني ما خليتها عدل. انا ما اقدر اشك، بس اعتقد اللي بصفي خلى ايده على المحفظه مالتي وبقت بالسياره. يعني شلون هاي المحفظه مالتي طالعه من الطرف، يعني المحفظه مالتي طالعه من الطرف، يعني حسيت لزمها يعني ايش اشيك بهاي الموضوع، وبقت بالسياره. بس ما متيقن وما اقطع ولا هاي على هذا الصاعد وياي بعدين لا يحاسبني ويرفع علي دعوه. اوكي، فما يصير اقطع الشك باليقين بمجرد الشك. اول ما وصلت صديقي فتح لي الباب، ورا ما فتح لي الباب قبل شبقني، يعني اني الولد نزل من السياره قبل شبقني صديقي اسمه كرار عبد الامير، الله يحفظك كرار حبيبي. قبل شبقني وكنت اشوف قوان، كنت شايل وياي هاي قوان، طلعاتي بغير محافظات اخذ هاي وياي، هاي بيها معدات الخاصه، معدات التصوير، مستلزمات خاصه، يعني بعض الامور اللي يحتاجها انا ما بيها فلوس. فلي يشوفني لابسها هيك، يعني شلون اخوان، من يشوفني لابسها هيك، انا البسها هيك، اوكي البسها هيك، فمن يشوفني هيك عباله انا طاق، يعني عباله انا اخرخر فلوس تمام، عباله انا اخرخر فلوس. انا دائما البسها هيك، مرات لا البسها هيك، يعني اذا كنت يعني مأمن بالمكان فالبسها هيك يعني. المهم وصلت، فانا اخذ هاي وياي عم دخلي بيها غراضي، يعني عندي غراض ما اقدر اركب جنطه عاديه. هسه انا خال بيها هاي الستاند مال التصوير اللي اصور بيه من اطلع، اوكي، يعني بعض المعدات مال التصوير اللي اصور بيه اني من اطلع، تمام. فجيت لازم هاي بكتفي، وبنفس الوقت لازم شهاده بيدي ادوديها لاحد الطلاب. قلت انا رايح بغير محافظه، وكنت واعد احد طلابي انطي الشهاده واحفزه، تعرفون هذا الشيء جدا حلو ويحفز الطلبه. فكنت ماخذ وياي شهاده، فعيد لازم الشهاده وعيد لازم هاي. فما انتبهت على المحفظه انه كانت بجيبي او لا، انا خليتها بعد فنسيتها، تمام. فاول ما شافني صديقي شبقني، فما لحقت اتفحص المحفظه انه انا خذيتها وياه كذا. والسياره طلعت لبغداد، تمام، السياره طلعت لبغداد. وانا ما شبكته وخلصنا، صعدت بالسياره مالته على مود يوديني لبيتهم. شو اخلي جيوب بالمحفظه، ماكو محفظتي وين. وصلنا لبيتهم، نزلت من السياره، رحت للحمام، كنت مستعجل، قلت انا محفظه موجوده ما تروح. رحت للحمام، طلعت محفظتي ماكو. زين ادور بالحشيشه بالحديقه مالتهم، هم لقيت محفظتي. يا رب محفظتي بيها شغلاتي هاي، يعني شويه خفت. دورت بالسياره، هم لقيتها. دخلت بالاستقبال، شربني ماي، على طاري ماي، خلينا نشرب ماي واجيكم. طيب شربني ماي، سألته
قلت له كرار محفظتي وين؟ قال لي ما ادري مو عندك؟ قلت له الشاقه وياي اذا عندك طلعها. قال لي مو عندي، انا عبالي الشاقه وياي محفظتي هاي يعني ما ادري. قلت لي الشاقه وياي، كنت ما مصلي انا للامانه، كنت ما مصلي، السايق ما وقف ما صليت. فقبل صليت صلاه المغرب والعشاء، صليت صلاه المغرب والعشاء واني اسجد وافكر بالمحفظه، ما كانت صلاتي بها خشوع ابدا يعني، بس كملت صلاتي رغم اني خايف يعني، ما طلعت ادورها كذا، لا قلت رب العالمين ربي انا جاي اصلي لك وكل ما املك وكل شيء لدي هو لك، تمام؟ فانا جاي اصلي ومتيقن انه انا بعدين راح يرجع حقي انه القى محفظتي، يعني انا جاي اصلي رب العالمين، ما يصير اقطع صلاتي واروح ادور على محفظتي، انا ما حبيت هذا الشيء اسوي، تمام؟ الحمد لله. فما حبيت هذا الشيء اسوي. خلص الصلاه اجى كرار مره ثانيه صبالي عشاء، بس قبل لا يصب العشاء يعني قبل لا يجهزه يعني راد يصب لي هو. قلت له محفظتي مو عندك؟ لا الشاقه كرار. قلت له انا ما اتحمل الشقه، هذا الشقه ترى مو مال الشقه يعني، محفظتي بها مستمسكاتي، بها هويتي، بها اجازه السوق، كل شيء ما اقدر اسوي، تمام؟ بيها 3 بطاقات مال ماستر كارد، يعني 3 بطاقات مال ماستر كارد بيها. اوكي اخوان، يعني بيها كل اموالي وكل مستلزماتي على مود اقدر اكمل شغلي. قال لي مو عندي. خفت انا، طلعت بالسياره مالتهم، قلت له خل نروح شو نسوي؟ ندور عليها، جوز طايحه انا نسيتها بالطريق يعني، اول ما نزلت من السياره جوز طاحت من جيبي، ما ادري، ما اقدر اتهم الولد. رحت للمكان اللي نزلت بالسياره، هذا المكان ما يتيه ابدا. شغلنا فلاش السياره بالساعه 12 بالليل، شغلنا فلاش السياره الاضويه وضوينا الشارع كله حرفيا، وقضيت فلاش وادور ما لقيت محفظتي ابدا. روح سيد محمد. لاصت الوضعيه. ايش سويت؟ اول شيء الساعه 12 بالليل يوم الاثنين وقفت البطاقات مالتي، جمدتهن مال مصرفيه يعني مدال واحد يستخدمهن، وانا توقعت انه الزلمه اللي قاعد بصفي خابرني، لان عرفت عن نفسي وعرف انه انا عندي صانع محتوى وراويت صفحاتي فيقدر يوصل لي يعني بكل سهوله، لان ارقامي موجوده، الرقم الرسمي مالتي موجود باغلب صفحاتي الرسميه يعني، رقم موبايلي مال العمل. فقلت انتظر 12 ساعة، إذا ما اتصل عليه بعد خابر الأمن الوطني وأبلغ أنه أنا ضاعت مستمسكاتي يعني بغير محافظة واسط كنت. هذا الحكي صار يوم الثلاثاء، صار ب 12 الظهر، شو هذا ما دق. أنا سويت؟ خابرت الأمن الوطني رقمهم 911. السلام عليكم. عليكم السلام سيدي، كذا كذا صار القضية وكذا وكذا، أنا ضيعت محفظتي، اوكي مستمسكات ضاعت وانا ما اقدر اتنقل بين المحافظات لان هويتي مطلوبه، اذا ابو السيطره كضاني سوي يلعب بيا جوله، وين هويتك؟ ما تمشي عند الشغله انه هويتك ضايعه. زين قال لي ما دام بلغتني فطبيعي الامر ان شاء الله، وبس قال لي انه انا مبلغ الامن الوطني وهاي وتمشي باجراءات. قال لي حندز لك دوريه على مود يدونون اقوالك وتمشي تطلع بعد مستمسكات، وكانت بغير محافظه. فتقريبا 4 ساعات او 3 ساعات خابروا الامن الوطني مره ثانيه، قال لي الدوريه جاي تفتر بوب الخصيب بشارع الوسطي. انا ضحكت قلت له معود ترى انا معود انا بيتنا بوب الخصيب بشارع الوسطي، بس انا هسه بمحافظه واسط، الدوريه شو اسوي هناك؟ وما ادري، وما يعني اعتقد اشتبه هو، تمام؟ فقلت له انا محافظه واسط بدبوني. المهم سد الخطوه، ورا ساعتين 3 صار العصر، طلعت افتر انا وصديقي شويه بالحديقه مالتهم، اغير نفسيتي. انا حسيت شويه يعني محفظتي كانت بيها 500,000 دينار عراقي، وش الفلوس مو شويه، والله مو شويه 500,000، صعبه. انا ما ضايج على الفلوس، انا ضايج على المستمسكات اللي حد هسه جاي اركض بين. يعني انا وجاي اصور لك الحلقه هسه، انا لحد هسه ما طايح بفلوسي ولا طايح بمستمسكاتي وما مطلعهن ابدا، تمام؟ بس جاي امشي بيه بالمحاكم. المهم العصر خابرني الامن الوطني مره ثانيه وبلغته انه اني كذا كذا ونفوسي من البصره، فقال لي افضل شيء تروح للبصره تبلغ، باعتبار نفوسك انت من البصره، انا نفوسي من البصره السيبه. فقال لي تروح تبلغ هناك على مود يطلعونها لك، لان انا محفظتي ضاعت بسياره ما ضاعت في محافظه معينه، وهاي السياره تشتغل محافظات يعني، تروح بغداد ترجع البصره تروح الكوت، يعني مو فرد مكان معين. يعني القاضي يدخلني على القاضي يحلفني يقول لي اقسم اين ضاعت محفظتك؟ يا معود هون محفظتي ضاعت بسياره، يعني شو اقول لك؟ يعني ما اعرف بيا محافظه بالضبط، لان هذا بالسياره متنقل، يعني هذا بالسياره محافظات. فانا شو اقول لك؟ يعني انا ما اقدر احلف على شيء ما يسوى. انت انا مستمسكاتي ضايعه طلعها لي، اروح لابو المحافظه واسط قال لي احلف انه ضايع بواسط. زين انا ما ضايع بواسط، ضايع بالسياره، والسياره طالعه لبغداد وما ادري وين راح تروح بعد، لان هاي السياره يعني مال اجره، تمام؟ اروح لابو البصره يقول لي احلف انه ضايع بالبصره، والله ما اعرف يعني سالفه كلش تعبانه وخريط اخوان. على كل صارت في الساعه 9:24 خابرني رقم مميز نهايته 3332، تمام؟ انا ما انطي اي معلومه كامله على مود لا هذا الزلم يعني ما عنده ضمير يرفع علي قضيه او يتهمني، لان انا هذا ابد ما امن من عنده بعد.
هذا مريض نفسي جدا. خابرني السلام عليكم. عليكم السلام. استاذ محمد رضا. يعني كان يسولف، هو يسولف كأنه موظف يعني يعرف يلعبها. استاذ محمد. اي نعم استاذ محمد. حضرتك انت مضيع مستمسكاتك شيء؟ قلت له اي الحمد لله. انا من قال ليش فرحت شفت قاعد يم جماعتي وجماعتي موجودين تقريبا 5 نفرات كنا قاعدين نسولف تمام. انا يعني اخذ الوضع ايزي يعني ما انهار اذا صارت عندي مشكله. فمن ضاع محفظتي قلت انا فدوه الفلوس فدوه كل شيء بها دفعه بلا ان شاء الله ومطمن انا وان شاء الله ترجع اكو ناس خيره هواي والعراقيين ناس خيرين وقبل يخابروني ويرجعوا لي محفظتي. استاذ محمد مضيع مستمسكاتك؟ اي نعم. انا فرحت كلش فرحت واصدقائي اليوم قلت لهم اي لقوا مستمسكاتي وهاي فرحوا وياي يعني الحمد لله حقدر اكمل شغلي واقدر اروح لغير المحافظه اكمل شغلي. استاذ محمد احنا مركز كي كارد مصرف الرافدين. اي شو الاتصال على الخط اللي يقطع تمام. الخط اللي يقطع خابرني على الواتساب يعني دز رساله على الواتساب عنت. فرجع اتصل بي قال لي احنا من مركز كي كارد مصرف الرافدين ومستمسكاتك سلموها للمركز مالتنا وعندك بطاقه ماستر كارد باسم كذا وكذا وكذا ونطاين المعلومات الكامله والتفاصيل الكامله. كان هذا يعرف المعلومات يعني الهويه مالتي عنده يعني. قال لي انت مضيع محفظتك وبيها كذا وبيها كذا يعني طاني التفاصيل مال محفظتي. فاكيد المحفظه عنده بعد ادمن هو طاني تفاصيل محفظتي منين جاب رقمي اصلا. اكيد باحث على اسمي بصفحه فيس او كذا انستغرام طاح برقمي طبيعي يعني. اي واحد يقدر يطيح برقمي انا بس يبحث بالصفحات الرسميه يلقاني خاصه اذا تصانع محتوى. فقال لي محفظتك الحمد لله سلموها للمركز مالتنا ونريدك تراجع المركز. يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد. يا الله الحمد لله يا ربي الحمد لله. ايش المطلوب من عندي؟ قالوا لي مطلوب بس تثبت انه انت صاحب المحفظه مالتك. ويا ليتني ما اثبتت يعني يا ليتني ما اثبتت بوقتها. شو المطلوب؟ راح ندز لك رمز تحقق بعد اخوك بس دزه انه اني بوقتها العاطفه مالتي اشتغلت والولد يعني استغل عاطفتي ويسولف بي سوالف انه من موظف يعني استاذ محمد واحنا محفظتك وكذا وتسلمونا يعني. انا حبيته اخوان حبيته الامانه يعني. قلت رحم الله والدي بقلبي تمام. قال لي بس تحتاج رمز تحقق دزه انه. قلت تمام مو مشكله اذا رمز تحقق سهله بس خلنا انطيني مستمسكات اجيكم. راح ندز رمز تحقق دزاير رمز تحقق الحمد لله والشكر لله. دزيت رمز تحقق والوضعيه مشت تمام. قال لي انت مجمد البطاقه مالتك؟ قلت له اي. قلت ما يشتغل رمز التحقق. قلت له شو المطلوب؟ قال لازم تفعلها. قلت له شلون افعلها؟ اوكي. قال افتح كاميرا للشاشه مالتك. فتحت كاميرا. انا ما ارتاحت الوضعيه بس صراحه طمنت لانه حبيته يعني. انا الولد ثقيت بي يعني. انا قلبي مو مال واحد ما متعلم على الكذب انا ما متربي على الكذب. فانا الولد حبيته يعني حسيته جاي يساعدني وقال لي افتح كاميرتك انا اعلمك يعني. انا حسيته يعني استغلني ولد استغلني واستغل الجانب العاطفي بي. فتحت لك كاميرا التليفون مالتي ادخل على التطبيق. دخلت على التطبيق تمام. سوي كذا طب على هاي الاعدادات. حسيت انا يفتهم يعرف يطب هاي. قال لي ادخل هنا طب على هاي فعل لي البطاقه. فعلت البطاقه. قلت له ايه تفعلت صح. وانا يعني كنت ماخذيتش يعني وياه على قولتهم شوي. قال لي يعني راح ندز لك رمز تحقق يوصل لك بس دزه انه وبلغني بيه. دزه رمز تحقق الحمد لله ما قصر الولد. طير محفظتي بها تقريبا 2.5 مليون. طقيت تصفنا انا محفظتي صفرت تقرا صفر. قال لا تخاف. انا نابي ديت الشيك. شنو لا تخاف؟ محفظتي صفرت 1.5 مليون دينار راحن اخوان 1.5 مليون طالن من المحفظه تفخرن. صفنت قبل قلت لا حول ولا قوه الا بالله وإنا لله وإنا إليه راجعون. قال لا تخاف انت كم مسوي باستبدال بطاقه فهالبطاقه مصفره عندك. قلت له اي مسوي باستبدال انا بطاقه باعتبار استبدلت البطاقه على مود احافظ على المعلومات والاموال هواي مو شويه. فقال لي لا تخاف انت مسوي استبدال بطاقه بطاقه تصفرت طبيعي. انا هسه دزك الاموال بس اريد تنطيني بطاقه ثانيه ادزك عليها على ما توصل بطاقتك يعني بطاقتك ما واصله ما اقدر ادزك عليها. انا خفت هنا انا الصراحه خايف يعني. انا خايف للامانه. قلت له ايه المطلوب؟ قال لي فقط اريد واحد عنده بطاقه ماستر كارد كي كارد موظف كون بالمصرف مال كي كارد. راسلت اصدقائي وكذا. طبعا قبل لبولي النداء جزاهم الله خير جزاء يعني تقريبا دقيقه واحده وردوا علي جماعتي. والله يحفظك اذا كنت تشوف المقطع انت اللي ساعدتني وردت تساعدني الله يحفظك وجدا انا ممتن لك ومكانتك كبرت عندي هواي. فصديقي قال لي انا مو مشكله اني يعني يحول لي الاموال. فصديقي ما يفتهم بامور يعني فاهي نفسي اعتذر منك بس احنا اثنيناتنا فاهين والله. انا بوقت اخوان يعني شيء دايخ ومنايم ومحتار بالمحفظه مالتي تمام وسفر طريق واصدقائي يمي كانوا يدخنون وانا ما ادخن فدخان ودايخ يعني. واجا قال لي انا لقيت محفظتك وانا دايخ منها يلا بس اعطيني محفظتي انا دايخ يعني بدي انام.
هاي الحكي بالساعه 9:30 بالليل يوم الثلاثاء. فقال لي احنا راح نراسل صديقك وقل له خل يعني راسلنا. قلت له تمام دزيت له رقمه، راسل صديقي ما قصر، هم انطار رمز التحقق وكذا، وراح شو مسوي؟ هو مو موظف، راح شو مسوي؟ رايح مشتري يعني بالاقساط، موظف هو فيقدر يشتري بالتقسيط. فقاط صديقي تقريبا ب500,000 من 400,000 ما ادري، تمام. هو ما عنده محفظته بس 25 دينار، 25,000 دينار عراقي. وويلتاه اخوان، وويلتاه، انا الا وانا راجعون. والله اضحك على روحي انا، والله من الصدمه اضحك. يعني طير صديقي 400,000. اني هو جاي حاج صديقي، يعني هو قال لي احول اموال لصديقك، تمام. فصديقي منطي رمز التحقق. انت من منطي رمز التحقق يا ابن الذين امنوا؟ انت من نطيت رمز التحقق. هسه انا فاهم غبي، انا استغبيت بوقت، انا استمطيت. اوكي، بس انت شو مالك؟ انت ليش طيت رمز التحقق؟ انا قلت لك يحول لك اموال، يعني تعطي رمز، يعني نطي بس رقم البطاقه، ليش تعطي رمز التحقق؟ يعني ما ادري، يعني انا جاي اراسله وخايف من الموضوع. قبل طخت ببالي وهو جاي يعني يسرق صديقي. قلت انا اذا هي شركه وجاي يخابرني من رقم موبايلي، تمام، ورمز التحقق جاي يجي رقم موبايلي، يعني انت استغفر الله، انت شنو من عقل شايل؟ انا ادفتهم، انا شنو من عقل شايل؟ يعني هو جاي يخابرني من رقم تليفوني، جاي تخابرني من رقم تليفوني، شلون تتحقق من عندي انا؟ هو رقم تليفوني جاي تخابرني من عنده، ورمز التحقق جاي يدز على رقم تليفوني. شنو هالغباء سيدي محمد؟ شنو هالغباء؟ انا حمار وغبي، الحمد لله رب العالمين، الاثنين حمار وغبي. بارك لي يابا، انا حمار وغبي. ايه يا ابن المجنون. والله ما ادري اخوان، تمام. يعني انا اجت لي لحظه ادراك، لحظه، هذا رقم موبايلي، هو جاي يخابرنا على رقم موبايلي، ودزاي رمز التحقق على رقم موبايلي. هي شركه، شلون تطلب رمز التحقق؟ انا قلت هنا فلوسي راحت 1.5 مليون من المحفظه طارت. صديقي طار من عنده 400,000 500,000، ومحفظتي نقدا كان بها 500,000. مستمسكاتي غير يعني المحفظه مالتي كانت هديه من احد الاصدقاء، والهديه هاي جدا حبيتها، ما تصورون قد حبيتها، تمام. وطارت، يعني محفظه حلوه كلش احبها، تمام. وطارت المحفظه، راحت مستمسكات، راحت هويتي الوطنيه، راحت الاجازه السوق، راحت 500,000 راحت، محفظتي اللي بالمصرف مالكي بها 1.5 طارت، محفظه صديقي طارت. يا اخي أنا صراحة حسيت أكو ضغط صار علي، يعني ضغط كلش كبير. أموال مو شوية راحت إخوان، أموال يعني صفر. أنا ما عندي شيء أقدر أمشي بيه بعد، يعني لا عندي لا ربع دينار. يعني أنا وضعي لا يحسد عليه أبدا. يعني صفنت شوي، إجاري ضغط كلش قوي إخوان، يعني ضغط، يعني حسيت تعبت صدق، تعبت. قبل قلت لصديقي كرار أنا ما أقدر أقعد يم جماعتي بعد، وهم ما حسوا بالموضوع. يعني أنا أدركت، يعني لحظة إدراك جاري، هو الولد الجاي ينصب علي، الله يسامحك والله يغفر لك، تمام. ما اريد انزل مستواك واسبك، لا، تهنى بالفلوس، تهنى، مو لين انت تستاهل، ومو لين انا سامحتك لان انت تستاهل، لا والله انت ما تستاهل ولا اي شيء، وانت انسان جدا وضيع وما تستاهل اي شيء، وما عندك ذره احترام وما عندك ذره اخلاق، تمام. بس انا مسامحك لانه اني استاهل، مو انت تستاهل. انا ما اريد الوث قلبي مثل ما لوثت قلبك انت. انا اسامحك لانه انا اريد رب العالمين يسامحني. انا طحت بشده جدا صعبه، هاي شده ما يحسد عليها واحد، انا طايح بشده جدا صعبه. لذلك انا سامحت، لان عندي خطاب، عندي فرد كلام مع رب العالمين، عندي فرد ارتباط مع رب العالمين. اقول يا ربي انا سامحت الشخص مو لان هو يستاهل، بس لان انت امرتني، لان اني احبك. قلت له يا الله انا سامحته لان انا احبك، وانت تحب واحد يسامح، انا سامحته. بالمقابل يا ربي اتمنى تنظر بحالي وتسامحني على الذنوب اللي عندي والمعاصي اللي عندي، تمام. انا اما خذيتها فرصه الي، قلت رب العالمين انا طايح بشده، هذا الولد يعني اذاني حيل، وانا ما اريدك تسوي له اي شيء، تمام. اغفر له، هذا الولد سامحه، انا ما يجوز، هو صدق محتاج، تمام. اغفر له، انا مالي دخل بي، مالي علاقه بي، هو هذا الله يحاسبه بعدين، تمام. لان اكو حق رب العالمين على الناس وحق رب العالمين بين العباد، فالله يسامحه بعدين، والله يحاسبه على الاخطاء اللي سواها. انا سامحت، يعني انا ما اريد حق من رب العالمين ينطيني من عنده هو، يعني ما اريد رب العالمين يحاسبه بسببي، بس رب العالمين راح يحاسبه لانه هو غلط، يعني هو بحد ذاته هو محاسب لانه هو غلطان، ولو انا ما سامحته فهو راح يحاسب لانه هو غلطان، لانه انا ما مسامحه. عرفت شلون؟ يعني مرتين محاسب. هاي رادها في سوالف طويله فما ادخل بهذا الموضوع. فانا مسامحك مو لان انت تستاهل، والله انت ما تستاهل، وانت انسان جدا ما تستحي، اوكي. بس انا سامحك لانه انا استاهل، لانه انا احب رب العالمين وامرني بالمسامحه. على كل طلعت
من الاستقبال مالتهم، احنا نسميها ديوانيه بالبصره، المكان اللي يضيفون به المضيف، انتم تسمونه اعتقد بالواسط، محافظه واسط المضيف. فطلعت بالمضيف بالحديقه مالتهم دنيا ليل، قلت لكم خابرني ب9:30، طلعت بال10 تقريبا صارت، وهاي الحادثه كلها طولت نص ساعه بس. اني طلعت واكرر عباره إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شو اسوي يا ربي، شو اسوي يعني الضغط صار علي كلش قوي يا اخوان، وفلوس مو شويه راحت علي. يعني انا دخلت بمرحله تفكير عميق بين نفسي، يعني شو اسوي يا ربي، شو اسوي. تقريبا 3 ملايين ونص طارت من عندي بلمح البصر. هذا نصب علي واحتال علي واستغل الجانب العاطفي بي وضحك علي. وانا اقول لك مبروك، انا حاجه اقول لك مبروك، انت فزت بحرب الدنيا، بس حرب الاخره ما تفوز بها. انت وين تروح من رب العالمين؟ انا مسامحك، اي طيب انا مسامحك، بس رب العالمين ما راح يسامحك. انت جاي تاذي الناس. كم واحد اذيته بهاي الطريقه، وعبالك انت مرتاح؟ وين راح تروح؟ تونس بين اسبوع، اسبوعين، سنه، سنتين، 10 سنوات تاليها راح تموت، راح تعفن، راح تصير معفن داخل القبر مالتك. هنا شي خلصك من رب العالمين. انت تعرف يا من جاي تلعب يعني ويا جبار السماوات والارض. يعني ما ادري هاي الناس شلون عندها قلوب تغش وتبوق. يعني المرحله اللي واصلين بها مرحله جدا جدا متدنيه. والله ما اعرف الناس شلون عايشه، ما اعرف امانه، ما اعرف. انا محتار حدث صافي، يعني الناس شلون عندها قلب تبوق. انت شلون قاعد طبيعي؟ يعني انت عندك قاعد طبيعي، ما اعرف. حسبي الله ونعم الوكيل. صار علي ضغط نفسي اخواني. بقيتها انزل مقطع، ما قدرت انزل مقطع. تواصل شويه تركت، ابتعدت عن التواصل. انا من يصير علي ضغط ابتعد عن كل شيء، ابتعد عن سحب. ما اقدر ابقى اتعامل ويا المحيط مالتي، صعبة علي اخوان. انا اذا اصير يعني دائرة الضغط انسحب، ما اقدر ابقى بالمحيط مالتي. اول شيء نفسيتي ما تسمح ابقى، وخاف اسمع المقابل كلمة تجرحه ومو مناسبة انه اني اقولها، فاني ابتعد احسن. فشوي اضبط نفسي اكثر وارجع لدائرة العمل مالتي. فطلعت دزت رسالة بالمؤسسة بالمجموعة انه اني هاي الحادثة اللي صارت وياي، فراح ابتعد عن التواصل هاي الفترة اسبوعين. وهماتين بلغت اهلي وكذا، فصار علي ضغط مو طبيعي اخوان. قبل ايش سويت؟ خابرت الامن الوطني رقم 911، بلغتهم باللي صار. يابا ترى واحد ناصب علي ومحتال ويدعي انه من شركة كيكارد، تمام. قالوا لي بلغ الشركة ونحتاج احنا تجي للمركز ترفع دعوة وما اعرف شنو جرجرة. وانا اقدر ارفع دعوة، يعني بالدعوة يردون مستمسكات، وانا مستمسكات ما عندي. يعني انا اشتكي على شخص ماخذ من عندي فلوس. انت شلون تشتكي ما عندك هوية؟ جيب هويتك وبعدين اشتكي. فانا على ما اطلع هويتي، على ما فج سالفة جرجرة. فانا اصلا ايست من الموضوع، انا ايست. يعني انا محفظتي ما عندي، اجازة السوق ما عندي، فلوس اصلا ما عندي امشي المحافظات. يعني انا محفظتي بها 1.5 مليون طارت، تمام. انا عندي 3 بطاقات بنكيه، البطاقه الاولى بها 1.5 مليون، باقي بطاقات ماكو شغل قد بيها. بس انا بطاقتي قطني بالبطاقه الاولى، بس انا استوعبت فما رادي يقطني بقيه البطاقات. بس انا بعد قبل دق عندي جرس. خابرت الشركه رقم 422، خابرتهم قلت لهم اكو موظف يدعي انه من عندكم. طلع لي هذا ما ادري، اعتقد اسمه الموظف اسمه محمد. طلع لي قال لي هذا قاطك وماخذ من عندك فلوس وناصب عليك، وانت مشارك لرمز مال OTP ومنطي محفظه، مخترق المحفظه مالتك، واصلا انت ما يعني انت ما محول، هو داخل على المحفظه وهو محول لروحه. قلت له والحل؟ قال لي لازم تبلغ عليه وتجيب لنا دعوه على مود احنا نمشي بالقضيه مالته. انا سفنت، يعني المحفظه ما عندي، مستمسكات ما عندي، شلون ابلغ عليه؟ اقلهم انطوني اسمه، انطوني مكانه، انطوني عنوانه، انطوني شيء معلومات كافيه عندكم انتم الشركه. ما ادري والله انتم شلون تعاملكم. لا يقبل ينطيني اسمه، لا يقبل ينطيني تفاصيله. اموال، حواله اموال قيمتها 1.5 مليون رايحه الشخص. هذا الشخص شنو ما تعرف اسمه؟ انطيني اسمه، انا اريد اسمه. انا اريد اسمه معود. انا مو اسعوف، مو هو الناصب عليه، انا محول له. اعطيني اريد اعرف اسمه اللي محول له. انا ما نطاني اي تفاصيل، كل ما اقدر انطيك اي تفاصيل. اني يعني صارت عندي 3 امور ببالي، 3 امور جت ببالي راسا. يا اما هذا الناصب علي، تمام، يا اما هذا الناصب علي كان بالشركه سابقا، تمام. وانا ما اعتقد اللي هو نفسه ابو السياره اللي كان قاعد يمي، لا هذا هو موكل شخص، يعني هذا خبره بالموضوع. يعني شلون انا حرامي بوكت محفظتك وروح انطيت البطاقه لغير شخص يشتغل عليك، ينصب عليك لان حريف. فانا قلت انا يا اما هذا من الشركه نفسه والشركه متعاونه وياه بدون اتهام اخوان، بدون اتهام. هاي فقط جبالي يعني، ومن حقي انا اشك هيك، لان الشركه ما تعاونت وياي ابدا. شركه كيكارد ما تعاونت وياي، شركه كيكارد مصرفيه مع الاسف. هي الشركه العراقيه ما تتعاون بهيك اجراءات قضائيه. يعني انا كابو شركه وكمدير شركه، اذا واحد يخلي الصوره مالتي كان هو خال الصوره مالتهم وكاتب اسمه كيكارد 422، يعني اصلا حسابه كان تجاري. فما اخواني ما قريت الرقم. تعال خرابيك اعطيني مجال.
يعني انا ما قريت الرقم. شوف اخوان، يعني هو اصلا ما خال رقم، هذا النصب علي يا اخوان، هذا النصب علي. يعني هو ما حاط رقم، يعني لازم انزل جوا اشوف الرقم مالته. فانا ما انتبهت، انا هذا رقم موبايل، وان كان رقم مميز بعدين ما انتبهت عليه. الرقم مميز، حساب تجاري، وخال صورة الشركة وخال اسم الشركة. يعني شلون انا افرق؟ المهم قال لي ما نقدر نعطيك اي تفاصيل عن الشخص. فما ادري، يعني قلت لكم لو جيت ابو الشركه وشخص يحط صورتي، يعني انا لو مدير الشركه ماستر كارد المصرفيه مصرف الرافدين، وشفت شخص حاط الصوره مالتي وكاتب اسمي، قاضي قانونيا، اروح العب بيه طوبه. شنو انت تخلي الصوره مالتي وتخلي اسمي؟ شنو انا هيته هين؟ انا ابو الشركه هين؟ انا شركتي هينه سمعتها؟ ويجي واحد والله ما ادري، وانه الموظف كان عنده برود وحاكيني ببرود. يعني هاي اموالك راحت، وهاي لازم تتبلغ وترفع دعوه وان شاء الله تنحل المشكله. انت ابو الشركه والله ما ادري اخوان، انا راح اتخبل، يعني انا راح اتخبل، انا بيا وضع. وهذا هو نعم الله عليه شويه واساني، يعني قال لي يلا تمام. قال لي صح المبلغ شوي كبير. والله ما ادري. على كل ما اعرف شو اسوي. راسل صديقي قال لي انا يعني هذا اللي ابو الموظف سفه من عنده 400 جنيه قد. فخابرته بالشركه، قلت له جمد بطاقتي اللي اخترقت، وايد يعني ما تجي لها اي اموال، لان انا جاي احول لي اموال. تمام. طلبه المؤسسه يحولون اموال عليها كانوا، والحمد لله كان بيها 1.5 مليون، ما كان بيها اكثر، لان كنت بدايه الشهر يعني 15 بالشهر، فالفلوس تو يعني انا ساحبهم، ف1.5 مليون شويه بيها الحمد لله، ما كان بيها اكثر. تمام. على كل صديقي انسحب من عنده 400,000 تقريبا، فقلت للشركه انه يوقفون بطاقه صديقي الموظف ويوقفون بطاقتي ويستبدلونهن. فسووا لنا استبدال، فجبت لي بطاقه جديده. تمام. هاي صدرت لي بطاقه جديده اخوان. 3 ملايين وكسور اني خسرت بلمح البصر. ابو الشركه ما ساعدني، والحد هسه جاي اراسلهم وادز لهم رسائل وماكو اي تعاون اخوان. والحق يقال، هاي رايي الشخصي وتجربتي الخاصه، ما له حق اي شخص يمنعني انه احكي تجربتي الشخصيه. الشركه ما ساعدتني، شركه ماستر كارد ابدا ما ساعدتني، وخلت الثقه يعني تنتزع من عندي. قلت لكم انا شك بثلاث امور: يا اما هذا موظف بالشركه وبتعاون الشركه، فالشركه يعني ما تعطي معلوماته، يعني ما تساعدك بالموضوع، بعدين نصبوا عليك واحتالوا احنا شنو دخل، ما ادري شلون يعني. يا اما الشغل الثاني انا ما اقدر اتهم، يعني فقط احتمالات، مو شيء اكيد اخوان. اما الشغل الثاني انه هذا كان موظف لكن فصلت الشركه، فعنده خبره يعني انه شلون يقط، عنده خبره يعني بالموضوع. الشغل الثالث لا هو موظف، لا هو بالشركه انسان طبيعي ذكي بسرقه الاموال، لكن غبي جدا غبي من الناحيه الدينيه، لان انت سويته كارثي. يعني انت ما ادري شلون عايش، انت لو ربع دينار انت اصلا الفعل اللي قمت به فعل عظيم. يعني اسالو الاموال بس الي انا شخصا، يعني انا فقط انا يعني اتضرر مو مشكله، بس انا هاي الاموال كنت انا يعني موظفها لخدمه اشخاص اخرين. ما ادري شلون اوضح لك، بس انا اموال مو شيء خاص بي، مو شيء خاص بي، اوكي، مو كلهن الي، كنت موظفهن. فانت اثرت على نفسيتي، واثرت على تنزيل محتواي باليوتيوب، وخلتني اتراجع، رغم انا كنت واعد المتابعين انه انزل كل يومين انزل مقطع. يعني اثرت على المؤسسه مالتي، حاولت انسحب انا، ويعني انا صار علي ضغط اخوان، حاولت يعني الزم زمام الامور، يعني شويه صار علي ضغط. ايش صار بعدها؟ يعني ما عندي اي كروه. فرحت لبغداد، رحت لدياله، صورت ويا احد الطلاب الله يحفظهم. اني نذرت نفسي لخدمه كتاب الله سبحانه وتعالى. قلت انا اروح رغم اللي ظرف اللي صاير بيه، بس انا لازم اروح افرح هذا الطالب. ولا انا عزمت انه بنفس اللحظه ارجع للبصره وامشي بالاجراءات القانونيه، بس ما قدرت. قلت انا اروح للطالب وافرحه، لانه خطيه يستاهل، ورب العالمين هو راح ينظر بحالي. انا ما احتاج اي عبد وما احتاج اي شخص، تمام؟ انا احتاج فقط رب العالمين، ورب العالمين هو يوظف الاشخاص، مو انتقاصا، لكن اني اتوكل على رب العالمين دائما. على كل رحت لبغداد ثاني يوم الاربعاء صار، ورحت لدياله، بدت بدياله يوم الخميس، رجعت يوم الخميس يعني البصره. وانا بعدي نفسيتي شويه ضغط النفسيه، وعلى ما ظلت اشتغل شويه على مود ارجع الفلوس اللي طلعت اللي انسرقت، لانه هاي فلوس لازم ارجعهن وبذمتي. ما حد يعني اني غلطان وانا اتحمل الغلط مالتي، يعني وما ادري ايش انا الغلطان، ليش صاني غلطان ما ادري. يعني غلطي لانه انا صدقت وقلبي طيب، هذا غلطي. زين هو هذا ذاك شنو غلطه؟ النصب عليه. اذا انا غلطت صدقت وقلبي طيب، ذاك مو غلطه كذب علي واخذ 3 ملايين. يعني ليش لازم انا اتحمل العبء مال؟ ليش انا لازم اللام؟ ليش انا لازم اكون الملام؟ مو ذاك هو غلطه اللي نصب علي وكذب علي، ليش انا اللي صدقت غلطي؟ والله ما اعرف. يعني انا حصلت كلام من بعض الاصدقاء
يقولوا لي غلطك انت شلون تثق بي؟ شلون هذا؟ انا اشوفها من الزينات انه انا عندي ثقه بالناس واحب الناس وعباي الناس كلها مثلي طيبه وتفكر بطيبه قلب. بس والله يعني والله طلعوا مو كل الناس مثلي ويفكرون بطيبه قلب وبثقه. هو استغل بي جانب عاطفي ويعرف من يدخل لي. ولو هاي الامور ما تفوتني ابدا، هاي الامور ما تفوتني، بس ما ادري بعد فاتتني اخوان. يعني انا كنت دايخ وعذروني، يعني هي قضيه 5 ثواني، هي حكايتي بس. قال لي فقط احنا لقينا محفظتك، انا فرحت دزلنا الرمز بالغلط، دزيت يعني استعجلت وراها ادركت الموضوع انه انا غلطت. انا شفصت اخوان، انا شفصت. بس اخواني اني يعني شنو غلطي؟ انت ليش تذب اللوم علي؟ تذب اللوم علي وتعوفه هو، ليش ما تلومونهم هم وتحاسبون هاي النماذج اللي تطلع؟ يعني ما ادري القانون العراقي والشركه شلون ساكته، معلوماتها جدا بسيطه. اني بنفسي كمواطن عادي اقدر هسه من خلال رقم الموبايل مالته العب بيه طوبه. موجوده اختراق البيانات، موجوده الامن السيبراني، موجوده وهاي سوالف طبيعيه يعني واحد يقدر. بس ما وصل هاي الشغله حرام يعني، ما عامله بالمثل يعني. انا ما راح اسوي هاي الامور ابدا، ولو وان كان هو يعني مسوي لي كارثه انا ما راح اسوي هاي الامور، لان ما ايد عامله بالمثل. اذا يكون احسن من عنده ارتقي تمام، ارتقي. وانا اعتبر هذا درس الي انه ما اثق باي شخص تمام. واعتذر منكم اخواني، هذا اللي صار. وحاليا يعني اني الحدث ما رجع الفلوس مالتي راحن. بعد رحت للشركه، مركز الشركه زرتهم يعني امس، رحت لهم قلت لهم هيك اللي صار بمركز الشركه. الموظفه فكوا ايش قالت لي الموظفه باب الخصيب، قالت لي سلم لي على فلوسك بعد ما يرجعن. قلت لها ليش ما يرجعن؟ يعني شخص هذا يعني طلعت له التليفون مالتي، قلت لها ترى هذه المحادثه مالتنا والشخص ناصب علي ويدعي، والحدث هو خالد صورة الشركة. يعني وحدث خالد صورة الشركة. قلت لهم هاي خالد صورة شركتكم غير تحاسبونه؟ قال هو يصير امور ما لنا علاقه. يعني انا طقيت صفنا، شنو ما لكم علاقه؟ يعني شنو ما لكم علاقه؟ يعني وين الامن مالتكم؟ وتطلعون بالاعلانات وتتفخفخون واحنا ونظامنا بقل زله ومبلغ مو هين. هذا المبلغ 2 3 ملايين مو هين ابدا، مو هين. والله ما اعرف اخوان. على كل هذا اللي صار، وتأخرت بسبب هذا الموضوع، وكنت اشتغل شويه واحاول ارجع يعني اعوض الفلوس اللي خسرتها، ولو بعد ما تعوض بعد الفلوس راحت. وان شاء الله رب العالمين يعوضني بيوم القيامه ويدخلني الجنه ان شاء الله. وهذا الولد انا ما ادري ايش اقول لك، بس الله يسامحك. انا هماتين ما اشيل عليك، لانه اخاف ربي ما يسامحني اذا كنت انا يعني اخذ الحق بالحق. فرب العالمين يجوز ياخذ العدل، اذا عاملني رب العالمين بعداله انا اروح بها. فاتمنى رب العالمين يعاملني برحمه، لانه انا استاهل. انا سامحتك ولو انت ما تستاهل قلت لك تمام. واتمنى توعى على نفسك وتصحى وتجي تعتذر وترجع الأموال. صدقني راح استقبل وما راح أشيل عليك أبدا. أنا قلبي جدا طيب وما يتلوث بأفعالكم البذيئة. وبكي تصحى على نفسك وتوعى وتوب، لأن هاي فلوس مو فلوسي، هاي فلوس أشخاص أمانة نعطيني إياها. بس يعني صارت فلوسي يعني لازم أنا أتحملها، أنا اللي أخسرها يعني، ومو الأشخاص تخسرها، لأنه أنا ما أخذها، أنا وخالي يمي يعني أنا أتحمل مسؤوليتها. أمانة، هاي أمانة، فغصب ما علي أنا أتحمل مسؤوليتها. على كل هذا اللي صار إخواني، وأنا أعتذر تأخرت يعني عليكم. إن شاء الله راجع بقوة، يعني كل يومين إن شاء الله مقطع أحاول. وإخوان إحنا هسه تقريبا راح نوصل ما أدري 550 مشترك، 560 مشترك، خلنا نوصل 1000 مشترك خلال هذا الشهر الخامس. أوصل 1000 مشترك. فشدوا حيلكم إخواني، انتظروني مقاطع جاية، ضامنكم مقاطع مجهزة إن شاء الله. من ينزل هذا المقطع احتمال بعد يوم أو يومين هم ينزل بعد مقطع، وأستمر إن شاء الله. وأدري أنا إن شاء الله أنجح وأوصل، وهاي ما كلها إلا اختبارات. وكما قلت وأنا بمقطع السابق مع الأسئلة، أنه رب العالمين إذا أحب عبدا ابتلاه، فأنا اعتبرت رسالة حب من رب العالمين. فيا ربي أنا أحبك كلش، وكان معكم سيد محمد وأحبكم كلش. أشوفكم في حلقات قادمة. فوق شعارنا الجاي إن شاء الله، شعارنا الجاي اشترك خلنا نوصل 100K.